طيب ليه كأس العالم السنة دي ممكن يكون النسخة الأسوأ في التاريخ مع إنه معمول في أحسن بلد في العالم؟ ازيكم يا جماعة، يا رب تكونوا بخير. أهلا بيكم في الحلقة الأولى من النسخة الأعر من كأس العالم. طيب باختصار شديد، كأس العالم زمان كان مبني على فكرة بسيطة، وهي إن اللي بيوصل لكأس العالم لازم يكون من النخبة، مش لازم يكون بطل العالم أو أحسن فريق في الدنيا، لكن على الأقل يكون يستحق مكانه في كأس العالم. طيب دلوقتي الفيفا زودت عدد الفرق، خلتهم 48 منتخب بدل 32، وبدل ما كانوا 64 ماتش بقوا 104 ماتش. طبعا هتشوف ان 104 ماتش يعني ماتشات زياده، يعني متعه زياده. طبعا الموضوع للاسف مش زي ما احنا متخيلين، ماتشات زياده فعلا، لكن ماتشات كمان كتير ملهاش لازمه، لان اقل تصنيف لمنتخب في البطوله هو نيوزيلندا، التصنيف ال 86. يعني الفرق بين احسن فريق واسوأ فريق في البطوله عامل زي الفرق بين الطياره والعربيه الكارو. انا مش بقلل من حق اي بلد ان هي تحلم وتشارك، كلنا بنحب قصه الحصان الاسود، لكن للاسف الحصان الاسود في البطوله دي هيتركب مش هيحقق حاجه. يعني مش بعيد كل ما تفتح التلفزيون تلاقي السابع بيسجلوا اندريا شورليه. والسابع جول صاروخية يا سلام، صاروخية يا سلام، أندريا شورليه ب7 أهداف الألمان. للاسف دلوقتي الفيفا بقت مركزه اكتر على الكوانتيتي مش الكواليتي، وده بيخلي قيمه البطوله نفسها تقل. يعني زمان كل ماتش كنت بتحس انه احسن ماتش في العالم، دلوقتي ممكن تلاقي ماتشات شبه المحله واسمنت اسيوط بيلعبوا مثلا. ده ما بقاش كاس عالم، ده بقى زفت على دماغ الفيفا. طيب ايه كمان، البطوله زي ما انتم عارفين ما بتتعملش في دوله واحده، بتتعمل في قاره تقريبا بحالها، كندا والمكسيك وامريكا. طيب ايه المشكله في الموضوع ده؟ تخيل معايا مشجع بسيط بيحلم بقاله 4 سنين انه يحضر ماتش ولا ماتشين لمنتخب بلده في كاس العالم، حتى في دور المجموعات، مش لازم النهائي ولا نص النهائي. بس لما الجدول ينزل وتلاقي اول ماتش في كندا مثلا وتاني ماتش في امريكا او المكسيك، او حتى جوه ولايات امريكا نفسها، المسافه ما بين الولايات وبعضها ممكن توصل ل3 ساعات بالطياره. انت السعوديه من مصر ساعتين ونص. انت كنت علشان تدخل دايرتنا محتاج فيزا وتاشيره، دلوقتي عشان تحضر الماتشين انت محتاج فيزتين وتاشيرتين. واحده من اعظم الحاجات في مونديال قطر النسخه اللي فاتت انك كنت حاسس ان البطوله كلها بين ايديك. كان ممكن تحضر ماتش الظهر في استاد، وبعدين تحضر ماتش تاني بالليل في استاد تاني، وتروح بالمترو عادي، وترجع تبات في بيتكم. في 2026 الفيفا عامله بطوله في مستوى المشجع السوبرمان، تصحى في مكان وتنام في مكان، وفلوس طيران وفنادق ومواصلات. طيب ده بالنسبه للمشجعين. بالنسبه للعيبه، العمله الاغلى في البطوله هيكون ايه نظامهم؟ بالنسبه للعيبه للاسف الموضوع هيكون اسوأ. تخيل معايا مثلا لاعب زي محمد هاني هيلعب الماتش الاولاني في امريكا، وبعدها ب3 ايام هيلعب في كندا. الفرق بينهم حوالي 6 ساعات طيران، يعني اللاعب ممكن يتصاب في الطياره من كتر الحمل البدني اللي عليه. هو محمد هاني ممكن يتصاب في المدرج، بس مش موضوعنا يعني. ده طبعا مش مجرد سفر، ده تغيير في 4 مناطق زمنيه، يعني كمان الساعه البيولوجيه بتاعت اللاعب هتتدمر. يا عيني عليك، والله يا عيني عليك، انت مش فاهم اي حاجه، انت مش فاهم اي حاجه. ده غير طبعا لعيبه النخبه في اوروبا بيلعبوا دوري وكاس محلي وكاس قاري واجنده دوليه، ويجي بعد كل ده الفيفا يقول لك احلى كاس عليك كده، صباح الكيك على عينيك. كمان الدراسات بتقول ان السفر ده بيزود الاصابه العضليه بنسبه 25%. عشان كده لعيبه كبار زي رودري وكورتوا واليسون لمحوا للموضوع ده بطريقه غير مباشره، وقالوا احنا مش روبوتات والجسد البشري له حدود. متخيلين دول كورتوا ورودري؟ عندنا فتوح لو ما اصطبحش بيتصاب. ده غير طبعا القوانين الجديده، رمي التماس بقت بعداد، والحارس لو اتاخر ممكن يتعاقب، وكل حاجه بقت محسوبه بالثانيه. كل القوانين دي طبعا هدفها تسريع اللعب، لكن في المقابل انهاك اللعيبه اكتر. ميسي نفسه اشتكى من الموضوع ده وقال بالقوانين دي احنا رايحين في سكه غلط. طيب ليه بقى كل ده؟ ليه 48 منتخب وثلاث دول مستضيفه؟ هل الفيفا مثلا عندها بيدوفيليا المنتخبات الصغيره وعايزه تساعدها اكتر في كاس العالم؟ اكيد لا. الموضوع عند الفيفا ابسط من كده بكتير، الفلوس. الفيفا بيتعامل مع المنتخبات على انهم صنايعيه، بيحطوهم في اي نحتايه. كل منتخب زياده في البطوله يعني جمهور زياده، يعني رعايه زياده، كل ماتش زياده يعني وقت بس زياده، يعني مساحات اعلانيه اكتر، يعني ايرادات اكتر. عشان كده التوسع ده بالنسبه للفيفا هو مشروع تجاري. طيب بالنسبه للتذاكر، دلوقتي ما بقاش في سعر ثابت للتذكره، بقى في حاجه اسمها نظام التسعير الديناميكي، يعني عشان تجيب تذكره هيطلع ديناميك اهلا. نظام التسعير الديناميكي ده معناه ان سعر التذكره مش ثابت، بيتغير حسب الطلب، يعني الماتش جماهيري اكتر الاسعار تعلى، تذاكر تقل الاسعار تعلى. يعني ده بقى زي المزاد بالظبط، وده للاسف بيخلق سوق سودا. التذاكر بتتباع بدري وبعدين تتعرض في السوق السوداء. انا عارف اننا لا رايحين ولا جايين وكلنا هنتفرج من البيت، بس حتى المواعيد زي الزفت. الله يمسيك بالخير يا مونديال قطر. الغريب ان بعد كل ده البطوله غالبا هتنجح عشان هي دي الكوره. وفي النهايه قولوا لنا رايكم في كاس العالم 2026 في الكومنتات. شكرا.